سمحت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يومه الجمعة للمعتقل على خلفية احتجاجات مدينة الحسيمة ناصر الزفزافي بمغادرة سجن طنجة جوج. وأكد والد ناصر الزفزافي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم السماح لناصر الزفزافي اليوم الجمعة بزيارة جدته التي تعاني من مشاكل صحية مختلفة، بالإضافة إلى التقدم في العمر. وأضاف أحمد الزفزافي في تدوينته أن ناصر الزفزافي التحق بمصحة باديس بالحسيمة صباح اليوم الجمعة، حيث ألقى نظرته الأخيرة على جدته المريضة، وأعيد بعد ذلك إلى سجن طنجة جوج مباشرة بعد إتمام زيارته. وتابع والد الزفزافي قائلا: على إثر هذا الحدث لا بد لي أن أشكر كل من ساعد على إجراء هذه الزيارة وقبولها أصلا.